اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. صباح النشاط والحيويه. قومي يلا انت وهي، ما تكسليش، ما تقعديش على الموبايل، قومي شوفي وراكي ايه. ولو عندك شغل قومي نشطي كده الجروب بتاعك شويه وخليه يشتغل كده وايه، وما تناميش جنبه. احنا هننام والدنيا هتنام معانا، لكن احنا هنقوم ونتشجع، الدنيا كلها هتقوم وتتشجع معانا. فقومي يلا، انا هشجعك النهارده، هديكي فكره حلوه قوي قوي قوي، البوكسات. بما انكم كلكم قلتوا لي وسالتوني على البوكسات وعلى الطواجن المره اللي فاتت، فالنهارده هنتكلم شويه على البوكسات الاقتصاديه وهنعملها ازاي، وازاي اعمل اقل سبونج ما اكون ما اخسرش فيه، اطلع منه مكسب حلو. وباذن الله الفيديو النهارده يعجبك. ما تنسيش تضغطي لايك للفيديو واشتراك في القناه. هعمل النهارده 200 جرام من السبونج الجاهز، عليهم بطين اتنين، عليهم نص كوبايه من الميه، عليهم نص معلقه من محسن الجل، وعليهم فانيليا. الميه روح الاسبونج، يعني بخلي نص كوبايه من الميه دي ثابته في كل سبونج، بيطلع طري جدا 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 جدا. بالذات بتاع الكوبات ده بيكون طري وحلو قوي 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 قوي. فكل ده في قلب العجان وبضربه كده على اعلى سرعه. انا عندي السرعات اللي الناحيه التانية، الست سرعات اللي الناحيه دي اللي انا بوريه لكم مش سريعه، لكن عندي في حرف البي كده اسرع حاجه في قلب العجان. فانا بدي السبونج على اسرع حاجه في العجان كده مره واحده، بعد ما اقلبه تقليبه كده بسيطه. تمام. هحط نص الاسبونج في الصينيه دي، الصينيه الصغيره المستطيله، تقريبا 18 في 25 او في 22. المهم بصححوا لي لو انا قلت حاجه غلط، لان مش فاكره المقاس دلوقتي حالا وانا بسجل الفيديو. تمام. نص فانيليا، وهعمل النص التاني شوكولاته، لاني عايزه اطلع طواجن طبعا، والطواجن بتتعمل من كيكه الشوكولاته او سبونج الشوكولاته. تمام. او انت عايزه تعملي صينيه فاجي اعملي، تمام، وسيبي دي للقباط. لكن انا بقول لك النهارده على حاجه اقتصاديه جدا، اللي خلاني اعمل الطواجن دي، او اللي خلاني اعمل البوكسات دي تاني يوم ما انا كنت شغاله على طول، كان عندي كريمه، كوبايه من الكريمه في قلب التلاجة. فحرام، قلت حرام ان هي تنقص او اسيبها في التلاجة او يجرى لها حاجه او الكلام ده كله. قلت لا، انا هقوم كده اضرب سبونج اتنين من البيضه، واقفل كام بوكس كده وابيعهم، وهم برزقهم رزقي ورزقهم على الله. والحمد لله، يعني انا قفلت بوكسين كانوا حلوين واتباعوا على طول والله العظيم، وناس طلبت بوكسات زي كده كتير. فالنهارده كده بقى، تعالى اما اقول لك كده، لو الجروب بتاعك كده نايم كده ومش شغال، تعالي اعملي السبونج ده، مش هيكلفك حاجه، من بطين اتنين هتقدري تعملي بقى بوكسين او ثلاثه. انا عملتهم بوكسين بس كبار شويه، فيهم كام حاجه تقدري تعملي منهم كمان مقدار السبونج ده 3 بوكسات يكونوا صغيرين. وهقول لك ممكن تبيعوهم بسعر ايه. يعني صغيرين زي المره اللي فاتت، يعني زي البوكسات اللي انا بعتها المره اللي فاتت، او الفيديو اللي فات يعني. تمام، لو انت متابعاني يعني. فانا هنا بدات كده، بعد ما الكيكه بردت، الحقيقه كان ساعتها الكهرباء بتاع عندنا قطعت، والكهرباء عندنا ما عادت بتقطع، عادت بتطول جدا، يعني ساعتين، وعدوا ساعتين طوال قوي قوي قوي. فعما بتيجي بين المغرب والعشاء، فهي عطله. قلت لا، انا اقفل البوكسات كده، وباذن الله اول ما الكهرباء تيجي نعرضهم. والحمد لله هم اتباعوا على طول، وهم اتقفلوا بوكسين بس خليتهم بوكسين كبار. وتعالى ما هقول لك بقى هتعملي ايه في البوكسين الكبار دول، وهتحطوهم ازاي، والحيره بقى بتاع كل مره. طب انا احطهم في علبه ب5 جنيه، طب انا هضيع مكسبي كده في العلبه، ولا هنحطهم في علبه بكام؟ وهقول لك الحسبه كلها في الاخر، فخليكي متابعه الفيديو الاخر. اول حاجه قلت اما اعمل ايه، كوبين من المانجا، علشان ايه؟ المانجا بتشد كده، عارفين المانجا بتشد هي دي بالظبط. اول ما حد يلاقي كده قدامه مانجا، فالحقيقه مغريه. فقلنا اول حاجه نعملها بوكسين من المانجا. تاني حاجه هعملها الكوبات دي مش حجمها كبير قوي، وبتبقى حلوه قوي قوي. فهعمل قاني كوب ده تريليتشا، سقيته الكيكه كويس قوي، وعملتها طبقه واحده من الكيك، وبعد كده حطيت على وشها الكريمه زي ما انتم شايفين كده. وهنعملها بقى تريليتشا بقى بالايه، بالكراميل. ركزوا ركزوا، ما تلاقونيش مركزه، القطوا كده الكلام وركزوا كده، واكتبوا لي بايدي الكلام كده. وانا كنت حاطه هنا كمان طواجن كده من السمره دي، حاطه طاجنين، قلت كفايه طاجنين، وهعمل كمان طاجنين ديسباسيتو بس مش صغيرين، نفس المقاس اللي في ايدي ده. المهم على فكره، انا بفتح الدرج بتاعي بشوف انا عندي كبات ايه، وعندي قوالب ايه، وعندي ايه، وبجمع البوكس على حسب اللي عندي. انا اصلا كل فتره كده ببقى اروح اجيب شويه كبات، شويه مش عارفه ايه، او اللي ينفعوني في كده، واحطهم عندي 10 من دي على 10 من دي على 10 من دي. ال10 كبات من الكوبايات، ال10 ب10 جنيه، ونفس الحكايه بتهيألي الكبات دي برضو ال10 ب10 جنيه. اما الكبات السمر دي بتهيألي ب2 جنيه ونص، او ال5 ب10 جنيه، لا ب2 جنيه، ال5 ب10 جنيه. فانا ببقى اجيب شويه كده وشويه كده وشويه كده، واسيبهم عندي للكبات، فكلهم كده ايه على بعضهم، اسيبهم عندي للبوكسات. تمام.
تمام. خلاص وصلنا هنا. كوبايه من اضرب ليهم قد ايه، لان انا ما عنديش كريمه زي الكريمه اللي كانت عندك. الحقيقه الكريمه دي فاضت مني كمان، يعني لسه عندي كريمه لحد الان. انا مش عارفه اعمل بها ايه، بس حاجه بسيطه بقى. خلاص قلت مش مشكله. لكن انا كان صعبان عليا الكريمه اللي كانت في الاول، لان كانت كوبايه من الكريمه كانت فايضه مني من الطرط. فقلت لا، خساره خساره ان هي تقل، خساره ان هي اسيبها. فقلت اما اقوم اعمل ايه، اسبونج ونضرب كده بشويه بوكسات، نعمله بشويه بوكسات ونستفيد من الاسبونج بتاعنا النهارده يعني. انا بقى ما عنديش وعايزه اقوم اعمل شويه الحاجات دي، حاجات بسيطه مش هتكلفك حاجه، وهتطلع لك مكسب حلو والله، مش مكسب وحش ولا حاجه. ومش هتاخد منك وقت، يعني مش هتاخد منك وقت كبير. شغل القباط اصلا مش بياخد وقت. وفي ناس بتفتح مشاريع من القباط بس، يعني مش بتعرف تعمل تورت، مش بتعرف تعمل اي حاجه، وبتفتح مشاريع من القباط بس. اهم حاجه الكريمه بتاعتي ما شاء الله الايام دي، شغل الكريمه الايام دي حلوه قوي قوي قوي، ومتماسك. شويه صوصات وشويه حاجات تقدري تشتغلي على طول. زي ما انتم شايفين اشتغلت التريليتش على طول، حطيت على وشها الكراميل على طول، لان الكريمه متماسكه، ولان الدنيا قعدت الايام دي مش بتسيح في بعضها. مش لازم ايه اني احط الكريمه تتماسك عشان احط الطبقه الثالثه اللي هي جيلوهات او شوكولاته او الكلام ده كله. لا، ما عادش لازم، الجو عاد حلو. فانا حطيت زي ما انتم شايفين، اشتغلت دايركت على طول، او على طول كل حاجه ورا بعض على طول. والفينش بس النهائي هو اللي ما حطيتش الشوكولاته على الشوكولاته، الكريسبيات او الحاجات النهائيه، عشان ما تختص. بس بتاع 5 دقايق في التلاجة، حتى الكهرباء كانت قاطعه في الفريزر كده. وبعد كده حطينا ايه الشكل النهائي. هنا اشتغلت وايت شوكليت ونوتيلا، وكان شكل الطواجن حلو قوي قوي قوي. كان عندي بقى شويه حاجات شوكولاتات باقيه برضو من البتاع، ففنشت الفينش النهائي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كم اوريايه بقى على كم مش اوريايه. اهو الطواجن، قولوا لي ايه رايكم فيها. كان حد سالني امبارح ورديت عليكم في التعليقات، الطاجن ده بتبيعيه بايه؟ انا بعتش الطواجن كده فراتي، ببيعها في بوكسات، فبدرب سعرها في البوكسات كده. لكن لو انت بتبيعها فراتي ممكن من 30 ل 35 على تبع المكان اللي انت فيه. فعملت كل طاجن، كل بوكس كده. تعالى اما ارتبه لكم كان فيه ايه. دي الحاجات اللي انا عملتها بالكيكه اللي انا عملتها النهارده، اللي هو 2 بيضه و200 جرام من دي السبونج. طلعوا لي الحاجات دي كلها. وكان ممكن اقسمهم ل3 بوكسات وابيعهم 3 بوكسات، البوكس ب 60 جنيه. بس انا عملتهم كده، قلت لا لا، خلوهم لحبايبي كده في الجروب. وقسمتهم زي ما انتم شايفين كده، واحده بقى تريليتش، على واحده مانجا، على واحده ترافل، على واحده طاجن، على واحده طاجن بقى ديسباسيتو بالنوتيلا صغير، واحد طاجن كبير كده، يعني زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تعالوا اما اقول لك هتقفلي البوكس ازاي، لان دي حيره الناس كلها. يعني اروح اجيب كرتونه ب5 جنيه ولا اكتر من 5 جنيه عشان اقفل البوكس زي ده؟ اكيد لا. الكراتين دي كراتين نص دست الجاتوه. بيكون حجمها صغير اي نعم، بس هي اللي هتاخد البوكس، لان البوكس سعره ما يستحملش اكتر من الكرتونه دي. فبنعمل ايه بقى؟ بقفل بقى الحاجات دي كلها كده على بعضها. طبعا الحاجات متلجه كويس قوي، لان كنت حطاها في الفريزر، وعرضتها بقى، وقلت اما يتعرض منها حاجه او يمشي منها حاجه اقوم اقفل على طول. الحمد لله هم كانوا بوكسين واتصل بيا اكتر من حد يعني، او كلمني اكتر من حد على الخاص عايز نفس البوكسات دي. بس هم مشوا بقى الحمد لله. وكمان وعدت الناس انا هعمل نفس البوكسات ديت يوم تاني، فمش عارفه هيبقى اليوم ايه. بس انا الحقيقه من ساعه ما اشتغلت من يوم الجمعه، ممكن النهارده الفيديو ينزل لكم. لا، ده كان يوم السبت مش الجمعه، ده تاني يوم ما كنت بشتغل التورت. فمن لغايه من يوم السبت ده لغايه النهارده الحقيقه انا ما اشتغلتش. والحقيقه انا كنت تعبانه، وظهري وجعني، وكتفي وجعني، ومالك برضو تعبان. فقلت لا، اما اخد يومين كده راحه كده، اما مالك كده يبقى كويس، لانه كان منكد عليا قوي. وبعد كده بقى ايه، نبقى نشوف بقيه الشغل وبقيه الحاجه. يعني الدنيا ما هتطرش يا جماعه، الدنيا ما هتطرش والله. طول عمرنا بنناحي وبنشتغل وبنعمل كل حاجه، والحمد لله. المهم كده زي ما بقول لك كده، شايفين انا قفلت كل حاجه كده بالغطا بتاعها، وببدا احطها عادي فوق بعضها، ما بجراش اي حاجه. وش التريليتش ما يحصلوش حاجه، ما تخافيش. وببدا اقفل العلبه كده، ما بضغطهاش للاخر او اقفلها للاخر، زي ما انتم شايفين كده، وبحطها في الكيس بتاعها. تعالوا اما اقول لكم بقى النهارده انا عملت ايه بعد ما خلصت الشغل. حابه بقى ايه، حابه خروج بقى عن الجو المطبخ وجو البيت وجو الحاجات دي كلها. تعالوا نخرج كده مع بعض النهارده. بحطها في الكيس زي ما انتم شايفين كده، وسبتها كده في الكيس في التلاجة لغايه ما صاحبتها جت استلمتها. يعني هي حوالي ربع ساعه كمان، وهي كانت متلجه كويس، او مش متلجه، او متفرزه كويس ومتسقعه كويس. تعالوا نخرج بقى. خرجنا بعد الحد ده كان بعد يوم طويل من الشغل. فكنت المفروض انزل لكم المقاطع ديت في الفيديو اللي فات، بس نسيت اصلا. وانا بمنتج الفيديو نسيت اصوره. يعني ده كان يوم الجمعه بالليل. معلش.
فألِس وقع. فسكتنا بقى وجينا. فهنا بقى تعالوا نروح بقى المنصورة. المنصورة حلوة جدًا طبعًا بالليل، فهنروح المنصورة. المنصورة دي أقرب مكان لينا، لا المنصورة لا شربين، إحنا في النُص، الناحية دي المنصورة والناحية دي شربين، فدول أقرب مكان ممكن نخرج فيها. أنا ساعتها جوزي قال لي تعالَ أمّا نتعشى برّه، كنت ساعتها خارجة أكشف على مالك، فخرجت كشفت على مالك وما روّحناش على البيت، لأ رُحنا على المنصورة بقى، قُلنا نضرب لنا كشري على المنصورة. كان ساعتها برضه مالك واخد حقنة وكان سخن جدًا الحقيقة، بس كان واخد حقنة وإيه، وإحنا قُلت بقى بدل ما أروّح أقعد أعمل في أكل وأقعد أقف في المطبخ، وأنا أصلًا ما صدّقت أشطّب المطبخ، لإن مطبخي كان حاجة صعبة جدًا في يوم شغل زي ده، وأنا كنتش قادرة أقف على رجلي، بجد ما كنتش قادرة أقف على رجلي، وأنا تعبانة جدًا، جدًا، جدًا. فقُلت يالّا أمّا نروح نضرب كشري مش مشكلة. المهم أنا كنت باقول لجوزي أنا تعبانة مش قادرة أخرج ومش عارفة إيه، والحقيقة ما كنتش عايزة أروح، بس هو قعد يقول لي: "أنتِ مش هتخرجي، أنتِ مش هتمشي، أنتِ هتفضلي قاعدة على الكرسي مش هتعملي حاجة، أنتِ هتاكلي بس." فخلاص خرجنا بقى كلنا كشري. الكشري كان حلو جدًا. رُحنا كشري التحرير. ليه قاعدة كشري التحرير مش عارفة والله اللي ناحية صندوق كده بيتهيأ لي ليه قاعدة حلوة جدًا برّه كده في جنينة كده، فالقعدة بتكون جميلة. وقعد سلامتك، سلامتك. فشُفنا بقى رُحنا أنا وكريم بقى وعبودة والأستاذ مالك. مالك كده ما أصلًا ما ضربش في الأكل أوي، بس أنا كنت باقول له كُل يعني هي مكرونة ما هيجراش حاجة، وكنت مش حاطة له صلصة كتير علشان ما حدش يقول فيه صلصة ومش عارفة إيه، وغلط عليه وهو سخن وكده، لأ ما كنتش حاطة له صلصة كتير، بس كان هو شايفنا بقى فكنت باقول له كُل وأنا أصلًا كان نفسي آكل أي حاجة. وبعد كده جبنا رز بلبن. أنا أصلًا ما ليش في الرز بلبن خالص، لو تشوفوا إن أنا ما عملتش ولا مرة على القناة رز بلبن، لإني أنا ما باحبش الرز بلبن. يعني بس والعيال طلبت رز بلبن وكانت كريمة وحلوة جدًا. أنا كنت بأكّل أستاذ مالك في الوقت ده، اديته برضه مع الحمد لله اليوم قفل بحاجة حلوة. و... وشايفين الرز بلبن وشه مكرمش. عارفين وشه مكرمش؟ اضغطي لايك للفيديو وما تنسيش تشتركي في القناة لأول مرة تشوفيني، والسلام عليكم ورحمة الله.